حلويات قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم النهارده بفيديو جديد، ان شاء الله فيديو النهارده يعجبكم لانه مختلف جدا كده. هتلاقوا مطبخ طبعا غريب وحاجات جديده وحاجات غريبه يعني. المهم تنسيش لو انت اول مره بتشوفي القناه بتاعتي تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي زر الجرس على كل عشان يوصلك مني كل جديد. وكمان ما تنسوش اللايك بتاعكم والكومنتات الحلوه اللي بتدعمني وبتشجعني وبتخليني اقوم اعمل فيديو جديد عشان ينزل لكم. فيديو النهارده مختلف جدا. هتقولي ليه بقى؟ اقول لكم ان هو اصلا مش في البيت عندي زي ما انتم شايفين كده. انا خدت حللي وخدت اكلي وخدت الادوات بتاعه الاكل بتاعتي ورحت على رحت على باب جارتي، خبطت عليها وقلت لها اوعي كده، اوعي اوعي وصلي عشان انا داخله استغل مطبخك وداخله اعمل عندك الاكل. قعدت تمنعني وتزقني تقولي لا مش هتخشي مطبخي بالعافيه، لا انت كده ايه البرود ده، لا كده مش هينفع، دي اسرار بيت ومش عارفه. قلت لها اوعي كده يا ست انت وزقتها ورحت داخله المطبخ بتاعها واقتحمته وعملت كل الاكل بتاعي عندها. هتقولوا لي ليه بقى ما عملتيش في بيتك او في مطبخك؟ هقول لكم عشان ما كنتش حابه ان المطبخ بتاعي يتوسخ. انا كنت لسه عاملاه يا جماعه غسله مواعين ومنضفاه. يرضيكم ان انا اشوي سمك بقى واعمل زفاره والكلام ده كله في البيت، وولادي كمان كنت خايفه عليهم. فقلت لا انا استغل جارتي، وده القرار الجديد اللي انا اخدته في حياتي، ان انا بعد كده مش هعمل اكل في بيتي ابدا ابدا ابدا. اي اكل هعمله هاخده كله كده وهروح على اي جاره من جيراني اخبط عليها وازقها، ولا يا وليه اوعي يا وليه حشريه بارده يعني بتخشي بيوت الناس غصب عنك، قصدي غصب عنهم، اوعي كده عشان انا هعمل اكل بتاعي عندك. وده بقى الحل اللي انا وصلت له. لا ومش بس كده، انا قررت كمان المواعين اللي هتطلع من الاكل هخليها هي اللي تغسلها. امال ايه يا جماعه؟ النبي وصى على سابع جار، وانا بقى الجار التاني او يعتبر الاول، يبقى انا اولى واحده ان انا ادخل واعمل عندها الاكل. بس انا كده غلطانه؟ لا طبعا مش غلطانه. وكمان مش بس كده، انا صممت وقلت لها ان هي تعمل الاكل، فهي قالت لي انا تعبانه مش قادره. قلت لها لا انت المفروض تقفي تعملي الاكل، ده واجبك، ده الاصول، ده اللي احنا اتربينا عليه واخدنا عليه. قالت لي حرام عليكي انت كده ست كده حشريه. قلت لها انا الحشريه؟ انا الحشريه يا ستي؟ يا حشريه يا ستي يا بارده، انت اصلا ما عندكيش دم. انت لو عندك دم المفروض ترتاحي وانا اللي اقف اعمل لك الاكل، مش ده واجب يا جماعه؟ مش انا اصلا في بيتها؟ لا انا ما شفتش كده بصراحه. جارتي دي ست كده غريبه غريبه بجد، انا مش عارفه يعني ايه اللي هي بتعمله. اول حاجه تزقني وتقولي لا مش هتعملي حاجه في بيتي. تاني حاجه تقولي دي اسرار بيوت. اسرار بيوت ايه؟ على فكره مفيش حاجه اسمها الكلام ده. احنا كلنا في بيت واحد وفي عماره واحده، يعني اللي في بيتها في بيتي، لكن اللي في بيتي مش في بيتها. مستحيل مستحيل انا اطلع اسرار بيتي بره، لكن هي واجب واصول ان هي تطلع اسرارها بره بيتها عندي انا. ايه المشكله لما ادخل مطبخها واقتحمه يعني، وافتح تلاجتها ولا افتح دولابها ولا البوتاجاز؟ وزي ما انتم شايفين كده انا واقفه، بصوا شايفيني بتكلم ازاي؟ مش عاجبني الوضع خالص خالص بجد، مش عاجبني. عماله تتدخل في حاجاتي وفي اشيائي وفي اكلي وفي شربي. لا 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 لا، حتى بناتها. بصوا يا جماعه انا بجد قرفت. انا كان المفروض اعمل معاكم فيديو الاول واشرح لكم جارتي دي قد ايه هي وحشه معايا وقد ايه سيئه معايا، بس انا استكفيت وقلت خلاص مش مشكله، انا هعمل معاكم الفيديو وبعدين هبقى احكي لكم خلال الفيديو او فيديو يعني لوحده تاني. المهم خدت كده السمك بتاعي. اليوم ده كنت هعمل سمك مشوي وكنت هعمل كشري اسكندراني وكنت هعمل سلطه، حاجات بسيطه جدا يعني. حتى مش السمك مش هيطلع دخانه خالص خالص. فايه المشكله؟ انا كنت خايفه على بنتي ان هي كانت تعبانه، ما فيهاش حاجه يعني. زي ما قلت لكم في الاول ان النبي عليه افضل الصلاه والسلام وصى على سابع جار، وانا الجار الاول. لكم ان تتخيلوا يا جماعه. بصوا انا بجد بتحرق دمي كل ما بفتكر اللي هي بتعمله معايا. المهم وبعدين على فكره انا خدت كل حاجه من عندي يعني، حتى ما كلفتهاش اي حاجه. الميه شويه الميه اللي خدتها من عندهم ما فيهمش اي حاجه يعني. بس المهم خدت حاجتي والسمك بتاعي والرز والعدس وكل شايفين الصينيه دي كلها بتاعتي، والله والله بتاعتي. بس فدخلت عندها وزي ما انتم شايفين دلوقتي انا كنت بعمل الدقه بتاعت السمك. تمام، الدقه بتاعت السمك اللي هي ايه؟ ما لازم برضو اشرح لكم انا بعمل ايه. بعمل توم وفلفل اخضر وممكن تحطي فلفل احمر زي ما انا حاطه كده، شويه ملح شويه شطه شويه كمون، وكمان يا ريت لو في ليمون بتحطيه عليه. كده كنت عملت الكشري. بصوا ويعني انا ما عملتلهاش حاجه خالص، وبنتها قاعده بالعافيه وبالاجبار ان هي تدق لي التوم. يعني انا ما تعبتش حد معايا، انا كل حاجه انا اللي عاملاها بنفسي والله.
بس المهم عملت الكشري. حتى بصوا والله العظيم يعني كنت خفيفة جدا، خفيفة جدا يعني ما تعبتهاش في اي حاجة. حتى الدخانة بتاعت السمك ده نعمة ربنا يا جماعة. ايه المشكلة لما تشمي ريحة دخانة السمك؟ وعلى فكرة ما كانتش كتيرة يعني. وبرضو افتح الشباك تقولي لا عشان الفيران، ايه قلة الادب دي؟ ايه المشكلة لما فار يدخل؟ يعني ايه الحكاية في كده؟ فار يدخل يحطي له سم فران، هاتيله مصيادة يا ستي، المهم جارتك ما تحرقيش دمها بالطريقة اللي هي حرقت دمي بيها. بس جبت السمك بتاعي بقى، غسلته وشطفته كده. ودي طبعا كانت حركة غبية مني ان انا بعد ما عملته كده حطيت عليه الردة، فدي كانت حركة غبية جدا وما تعملوهاش. والله يا جماعه انا حكيت لكم بس عشان انتوا اخواتي مش اكتر. مش قصدي ان انا يعني اجرد سيجارتي على اليوتيوب ولا مثلا افضحها، لا والله انا قلت لكم بس عشان انتوا اخواتي، عشان تشوفوا قد ايه الجيران برضو بتبقى معاملتها سيئه. انا يعني لو حد قال لي كده مش هقدر ان جوزي هيمنعني، بس انا المفروض يلتمسوا لي العذر. لكن هي يعني عذرها ايه يعني؟ مش فاهمه، ومش فاهمه ايه اللي هي بتصوره ده، مصوره لي البلاعه والمواعين بتاعتهم. ده ايه ده؟ حتى برضو اقولها صوريني صوريني يا بنتي، برضو مفيش. بجد انا بجد استفزوني جدا بجد. اليوم ده انا كان محروق دمي، حتى ما اكلتش، يا دوب اكلت طبق رز وسمكتين وطبق سلطه. بالله عليكم ده اكل؟ دي اكلة واحده حامل يعني؟ بصوا من حرقه الدم عملت معايا ايه. ايه سمكتين دول؟ ده المفروض اكل الخمس سمكات اللي انا بعملهم دول. استغفر الله العظيم بجد. انا نفسي ربنا يتوب عليا من الست دي بجد. ويا رب ما تشوف الفيديو ده عشان برضو ما تقولش ان انا ايه بفضحها برضو على اليوتيوب او يعني جرستها او حاجة. المهم هنا بقى جبت وتقولي الشوايه دي عندك بقالها ياما قوي. الشوايه بتاعت السمك يعني انا قصدها ان انا يعني مثلا نصبت عليها؟ طب بالله عليكم ده كلام يعني؟ انا دلوقتي لو خدت حاجه من جارتي وسبتها عندي شويه نسيتها، يرضيكوا جارتكم تقول لكم انتوا خدتوا الحاجه وضربتوا عليها؟ طب ما انا حاجاتي كلها ضاربين عليها يا جماعه، كلام بيجي وبينكم. كل حاجتي ضاربين عليها، كوبايات معالق اطباق. صدقوا افتكرت ان في دلوقتي طبقين عندها ومعلقه صغيره. بجد بصوا المعامله اللي انا بعملها لها وبنسى. هتشوفوا دلوقتي انا كلامي هيثبت هنا. بصوا 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 هنا كانوا بيقولوا لي اطلعي بره، كفايه قوي كده زهقتينا. وانا اقول لهم حرام عليكم. حتى خدت حته طماطمايه كده ابلع ريقي بيها من الكلام اللي بيقولوه لي، هي وبناتها، يا ريتها هي لوحدها. بس حطيت بقى انا هنا الرز وطيت عليه خالص، والسمك زي ما انتم شايفينه كده بشويه. وكمان قلت اعمل السلطه، جرجير وبصل وطماطم وخيار وقرن فلفل اخضر، وده مش بحطه بالعاده يعني. طبعا مش هعلمكم طبق السلطه بيتعمل ازاي، انا بس حبيت اشارككم جارتي بتعمل معايا ايه يا جماعه. انا بس وهتشوفوا في الاخر انا عملت معاها ايه. انا ست فاضله، انا ست مفيش مني، انا جاره لا تعوض، لا تعوض حقيقي. انا كل الناس بتحلف بيا بلساني الكويس، الكلمه الطيبه صدقه. شوفوا هي قد ايه بتعمل معايا تصرفات وحشه، وانا بعمل معاها كل التصرفات الحلوه. انا ليا فضل كبير قوي عليها. كفايه ان انا جارتها، كفايه ان انا الدور بتاعي او يعني انا شقتي جنب شقتها، ده يكفي، ده يكفي بجد. بجد انا مش عارفه اشكر في نفسي اكتر من كده ايه، ان كلام قليل قوي عليا قوي. انا حاجه كده ما حصلتش في الدنيا. المهم بصوا بطرطش كده، بعمل طشه للسمك عشان الدخان يهب عليهم اكتر ويتخنقوا من ريحه الدخانه. وتقول لي ايه لا جوزي هيتضايق، مش هينفع تشوي سمك عندي. جوزك هيتضايق ليه يا حبيبتي؟ ليه؟ وانا بعمل حاجه عيب؟ ده انا بشوي سمك. استغفر الله العظيم بجد بجد. اليوم ده ضايقتني جدا، ضايقتني جدا جدا. بصوا الكشري بتاعي تحفه تحفه ومش معجن كده وجميل. بس عملت سلطه، ودي كانت اول صاجة شوي يعني على بصوا بهرش بالسكينه، عايزه اموت نفسي من اللي هي بتعمله معايا. عمركم شفت حد بيهرش بالسكينه في وشه؟ يعني بدي نفسي بشله من القهره، قهرتني بجد. بصوا كل ده خناق انا وهي. بصوا بجد انا بجد يا جماعه عايزاكم تكتبوا لي كومنتات كتير تدعموني بيها ان انا مكسوره لحد دلوقتي. الفيديو ده بقاله دلوقتي بصوا بنتها
مش عارفه عامله لي كحكه خلي بالك من زوزو ليه كده، دخلت عليا فزعتني بجد. هتشوفوا دلوقتي معايا، هتشوفوا انا مش بكدب. عامله لي كحكه خلي نافوره عاملاها لي في دماغها ليه. بصوا ايه ده، ايه النافوره اللي هي عاملاها دي؟ بجد حاجه اوفر قوي بجد. انا اتخنقت من الجيره دي بجد يعني. بصوا يا جماعه مستفزني ازاي، خلوني خلاص عماله اخبط على الرخام، عماله اخبط بجد من اللي هما بيعملوه معايا. اقتحموا حياتي، عمالين يقتحموا حياتي بجد. بصوا انا كنت بس بقول لها حاجه، هي بنتها قالت لي احلى واحده بتعمل فول، قالت لي اول مره اكل طبق فول بالطريقه بتاعتك دي كان حلوه جدا. لان انتوا شفتوا طبعا فيديو البحر، انا ازاي كنت صارفه ومكلفه فول وبطاطس مهروسه. انتوا عارفين البطاطس بكام دلوقتي؟ برضو بيستغلوني برضو، حرام كده. ده كيس الفول يعني يا جماعه غالي برضو. 5 جنيه فول ده كتير عليا، و10 جنيه وطماطم وبصل برضو كانوا مستغليني. انا مرضتش اقول الكلام ده في الفيديو اللي فات اللي هو كانوا معايا فيه في البحر. هي بقى قالت لي من ساعتها، قال ايه يعني عماله تقول لي تمدح في طبق الفول عشان يعني انا اعمل لها طبق فول بقى ايه واتفلحس واروح مديها. بصوا دي حاجتي، هي بنتها اللي بتصور انا مش بكدب. دي حاجتي بقى لها شهر عندهم، وكل ما يقولوا لي خديها هقول لهم لا سيبوها. خايفه منهم، خايفه منهم لو خدت منهم الحاجه يضربوني، يقتحموا بيتي ويضربوني. مش هقدر عليهم، دول ناس قويه ومفتريه. انا بجد نفسيا تعبانه يا جماعه. مش عارفه اعيش في بيتي، مش عارفه اربي ولادي منهم. الست دي قويه ومفتريه جدا، ورتي دي استغفر الله العظيم. اقول لهم ساعدوني يا بنات، ساعدوني، ما فيهاش حاجه، انا ست حامل وعندي عيال صغيره. ما فيش لا حياه لمن تنادي خالص. يعني بجد ايه ده لابسين نظارات خشب مش شايفين يا جماعه قد ايه انا بتعب؟ ايه المشكله لو كل يوم يخشوا البيت عندي يغسلوا لي المواعين او ينضفوا لي البيت بتاعي ويراعوا ولادي يعني معايا؟ ما فيهاش مشكله، يغسلوا لي حبه غسيل ينشروا لي. والله النبي والله النبي وصى على 7 جار. انتوا عارفين الكلام ده؟ ما بالكم انا اول جار، انا اول جار يا جماعه، انا الشقه اللي جنبها بالظبط. بجد المواضيع دي بتحرق دمي. بصوا انا كنت خلصت سلطه كده تمام، وبرده هم عاملين يستفزوني على فكره، يقولوا كلام يحرق دمي اثناء وانا بعمل اكل. وانا بضحك عشان اداري كسفتي. اعمل ايه؟ كل ده عشان زقتها وقلت لها يا وليه انا هعمل الاكل عندك بالعافيه. خلاص هما مش عايزين يخشوا يخدموني في بيتي، انا هخش اعمل اكل في بيتهم بس كده، ما فيهاش اي مشكله. وبعدين هما عندهم غاز، انا عندي انبوبه، ده برضو توفير ليا ولجوزي، حرام. هو شقيان. الانبوبه بكام يا جماعه؟ بيقولوا اكتر من 200 جنيه دلوقتي. طب ليه؟ تستحملني شويه، هي بتدفع غاز، الغاز مش هيفضى. لكن انا الانابيب بتاعتي بتفضى. عندي انبوبتين بس بيفضوا برضو، ما فيهاش مشكله. واستخدم البوتاجازك او الغاز بتاعك يعني يا ستي. حطيت هنا بقى في الميه السخنه، حطيت شطه وملح ونفس الحاجات اللي انا حطيتها في التومه، وهحط التومه دي كلها. وهعمل ايه بقى؟ السمك من على الصاجه كده هحطه فين؟ في الميه دي علشان يشبع كده من الدقه، وكمان يبقى طري. والله انا غلبانه جدا وطيبه، ولما حد بيخبط على بابي عمري ما قفلت بابي في وش حد. بصوا منهاره، والله منهاره في الفيديو. برضو ابني كل ما يدخل عندهم، بصوا يا جماعه، ابنها الصغير مستقصده، عنده 3 سنين ومستقصده. يعني ابني عنده 2.5 هو عنده 3.5 زيه، يعني اكبر منه بسنه. ياخده في الحمام يفضل يكب عليه ميه ويستقصده لحد ما عايز يبرده. ليه كده؟ ليه ابنها الصغير يعمل ليه كده مع ابني؟ حرام. ولا هو عشان اكبر منه وفاهم وعاقل يعمل معاه كده؟ انا ابني صغير، هو ابنها كبير، 3 سنين ونص، برضو مش صغير، كبير وواعي وفاهم ويفهم كل حاجه في الدنيا. هي اللي بتسلطه على فكره، هي اللي بتقوله خد الولا دخله الحمام وكب عليه الميه. انا سمعتها بودني، دي اللي هياكلها الدود، انا سمعتهم. بس كدبت وداني وقلت مش معقول الست منى تعمل كده. دي حاجه بيت ربنا يا حاجه انت هتسمعي الفيديو. انا بجد بصوا خلاص انا بنهار منهم. هقول لكم برضو الفيديو، مش عايزه والله اطلع بره الفيديو. بصوا
خلاص طلعت اول 3 سمكات، ودي تاني السمكتين التانيين. بصوا هتلاقوا مفيش دخانه ولا في رد على البوتاجاز ولا اي حاجه. انا كنت بعمل بنظام جدا، مش عايزه برضو ابهدل الدنيا لحد، مش عايزه حد يتكلم عليا او يقول لي حاجه وحشه. وهتشوفوني بغسل المكان، ما انا يعني إيه اسمها ايه دي، والله نسيتوني الكلام، نسيتني ايه الكلام، انتوا مالكوش ذنب. مكان يعني ما عملت الاكل انا رتبت من ورايا زي ما انتوا شايفين كده. وجايبه حاجتي كلها، ما خدتش حتى شويه ملح من عندها، وده عيب. المفروض تقولي هاتي بس الحاجات الاساسيه، يعني مثلا السمك بس، وبقيه الحاجه كلها تبقى من عندي، ما فيهاش اي مشكله. بصوا بقى هنا انا قاعده وهي عماله تقول لي انت هتعملي المطبخ، والله العظيم فعلا قالت لي كده هتغسلي لي السيراميك. ليه يا جماعه؟ ذل هو. اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. بجد انا بدعي من ربنا ان هو يلطف بيا من الجيران دي. بصوا قاعده بتذلني، مش هتعملي وهتعملي وهتعملي، وانا واخده الكلام كله بضحك وعماله اهزلها في دماغي واقول لها ايوه. بصوا مش عارفه اقول لكم ايه، اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض. بصوا انا بجد مش مستوعبه اللي هي بتقوله لي اغسلي لي السيراميك ودعكي لي السيراميك. ايه ده؟ وتقول لي بقى ايه اصل انت نضفتيه انت، عشان انا قبل كده استغليت وخلتني اعمل لها السيراميك بتاعها ودعكته لها. بتقول لي قعدت عليه 2 سنين وما عملتوش من نظافته، لان انا ست نضيفه. انا ما حصلتش يا جماعه. سبتها بقى تهوي مع نفسها لان اتحرق دم بما فيه الكفايه، ودخلت اشوف اكلي. جوزي جاي دلوقتي شقيان تعبان عايز يتغدى، وانا هفضل قاعده لها تفضل تحرق في دمي هي وبناتها. حتى يلا الصغيرين ما سلمتش منهم، حتى الولا ابو 3 سنين ونص الكبير الفاهم العاقل ده اللي مستقصد ابني، مش عارفه ليه كل لما يدخل عندهم يكبوا عليه الميه عشان ياخدوا الهدوم اللي هو لابسها ويدوا تيشيرت كده ملهوش اي 60 لازمه يلبسوهوله، وما يدونيش هدوم ابني، ما يرضوش يدوهالي، ويقولوا لي احنا مش هندولك حاجه، كفايه عليكي التيشيرت اللي ابنك لابسه. وتعمل نفسها الاقيه خايفه عليه ويعني بقى الولا هيبرد وتلبسه اي تيشيرت. بجد جيره استغفر الله العظيم منها. والله يا جماعه انا بكلمكم وبتكلم بسرعه كده من قلبي وحرقه دمي، مش عارفه والله اجمع الكلام. بصوا بقى السمك كان طالع زي العسل، والله كنت بقول ربنا يستر من عينيهم، اكل كده بسلام بسلام. عندي ذهول من اللي هما بيعملوه حقيقي حاجه. بصوا عايزين يموتوني، عارفين ناس بتحمل والدخانه عليا كتير دي غلط، وعلى البيبي وقافلين لي الشباك عشان الدخانه. ايه الاوفر ده؟ اوفر قوي. وطبعا كل اللي انا قلته ده ما حصلش. انا كل موضوع ان الانبوبه بتاعتي فدت الانبوبتين وجت كده، ما كانش فيه خلاص حد يعني بيبيع انابيب. فهي قالت لي تعالي اعملي الاكل عندي، هي اصلا عرضت عليا وهي دايما في ظهري ودايما مسانداني ودايما اصلا يعني ايه ساعات بتساعدني، يعني حرام وولادها بيشيلوا ولادي وبيرعوني برضو، هم اصلا اخواتي. وهي بتقولي انتي بنتي مش اختي، هي اصلا مش كبيره يعني قوي. فهي بتقولي انتي بنتي مش اختي، فانا بحبها جدا وكل ده كان هزار لان انا بهزر معاها بالطريقه دي في الحقيقه. فانا هي عشان هتشوف الفيديو انا حبيت اهزر في الفيديو كده عشان هي بس ايه تشوفوا وانا هزر معاها ومش اكتر وبس كده. ده كان فيديو بتاعي النهارده، اشوفكم على خير الفيديو الجاي مع الف سلامه. وتاني هقول كل ده هزار يا جماعه، والله العظيم ما حصلش اي حاجه من اللي انا قلته، غير بس حاجه واحده لما قالت لي اعملي لي السيراميك. انا فعلا ما كنتش بهزر لان انا حلفت وفعلا ده حصل، وهي قعدت تقول لي كده بس كده. بصوا بقى حبايبي، انا دلوقتي بعد ما اتغدينا بقى وخدت شاور وحميت العيال كمان وظبطت الدنيا، مش قادره اقول لكم انا قد ايه منتعشه دلوقتي لما خدت شاور. عملت بقى ايه او هعمل لسه لجارتي مفاجاه. هي مفاجاه بسيطه يعني صغيره، بس انا حابه ان انا يعني مبسوطه ان هي جت كده. هي يبقى انا لما بعمل اكل هتشوفوا ان انا ملقتش عندها مطبقيه تحط فيها الاطباق، ان هي كان عندها واحده وانا عارفه ان هي اتكسرت. وانا شغاله كده جه في بالي ايه ان انا كنت جايبه واحده. بصوا كنت جايبه واحده اهي دي شكلها، وماما مثلا دي جديده على فكره انا شايله منها الورقه.
بس اللهم صل على النبي. كنت جايبه واحده، فلقيت نفسي ان انا ما حطيتهاش يعني على الرخامه. كل ما اجي اقول احطها يعني حاجه ما اعرفش ايه تعطلني وما احطهاش، يعني ماليش نصيب فيها. حتى انا كنت جايباها لون بينك عشان انا عارفه يعني انا بحب لون بينك قوي. ودي الوطنيه، وانتوا عارفين طبعا دراسه الوطنيه حلوه جدا. يعني يا ست منى، هي اللي زلتيني وانت هتشوفي الفيديو ده. انا ما استخسرتش فيكي حاجه، انا ست فاضله، انا جاره فاضله، انت عمرك ما هتعوضيني، عمرك. وكده كده انا اللي معزله، كده كده وكده كده الشقه مش هتتباع، فمش هتلاقي واحده شبهي. المهم ده مش موضوعنا. اللهم صل على النبي. فانا قلت بقى ايه، قلت لها بصي انا جبت لك هديه، جايبه لك هديه. انا مش جايبه لها مخصوص صراحه، انا ما استخسرتهاش فيها، هي عندي بتاعتي بس انا ما استخسرتهاش فيها برضو. انا نمبر 1 في الجيره، انا بابا المجال، انا احلى واحده في المجال. انا اتجنيت. المهم يعني، فدلوقتي هدخل بقى ايه اديها لها. وبصوا مش هديها لها كده بسهوله، لا لا لا، هقول لها شويه كلام برضه عشان ايه يعني تركز كده معايا. خليكم معايا بقى وتابعوا الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو النهارده متنسوش تعملوا لي لايك. يلا بينا.